ازيك يا صديقي؟ بص، هو قد يكون الموضوع عادي تعودنا عليه، ولكن ويمكن كمان زهقنا من كتر التفكير فيه، ولكن احنا عايزين نتكلم شوية عن اللي حصل مع طارق حامد في بوست نزل من امبارح او اول امبارح، بيتكلم عن ان طارق حامد بيقول انه كان هيتباع لبيراميدز غصب عنه في وقت من الاوقات، يعني في وقت كان نقدر نقول ان طارق حامد كان من افضل لعيبه الزمالك، وكان في جيل تاريخي بالنسبه للزمالك. يمكن ما كانش القاب كتير، ولكن كان برضه في القاب. يعني طارق حامد 3 دوري، وباين 4 كاس مصر او 3 برضه. ده غير انه وصل نهائي افريقيا مرتين، ده غير انه هو خد الكونفدراليه. يعني طارق حامد من اللعيبه المميزين، ومن الناس اللي كانت عامله طفره مع نادي الزمالك في وقت من الاوقات. ولكن خلينا نتكلم بطريقة تانية. هي الفكرة مش في طارق حامد بالتحديد، ولكن الفكرة في الزمالك عموما، الفكرة في مصر، الفكرة في عارف القصة اللي هي دايرة حوالينا دي بتاعت أهلي وزمالك والموضوع ده كله. ولكن احنا دايما، يعني أنا عندي النهاردة 32 سنة، تقدر تقول إن أنا بتابع كورة من، يعني الكورة المصرية دي بتابعها من ساعة ما شفت الدنيا. يعني الاهتمام أهلي بيها، يعني وبالذات الأهلي والزمالك، لأن احنا خناقة الأهلي والزمالك دي عندنا في البيت من سنة، يعني من ساعة ما أنا اتولدت. المهم يا سيدي، في خلال الفترة دي كلها أنا بشوف، يعني بالنسبة للأهلي والزمالك بشوف حاجتين: بشوف فريق بيطلع وفريق بينزل. الفريق اللي بيطلع ده يعني بيحصل له نكبات بتنزله، لكن هم يعني بيصروا وبيتخطوا المحن وبيكملوا. الفريق اللي بيوجع ده كل ما تطلع له صحوة تحس ان هم برضو ما بييأسوش، وبرضو بيكملوا، بس بيكملوا في الفشل، ان هم ينزلوا اكتر. يعني تحس ان دول واخدين منهجين: فريق ان هو منهجه ان هو يطلع لفوق وبيعمل اي حاجة عشان يطلع لفوق، وفريق التاني هدفه ان هو ينزل لتحت وبيعمل اي حاجة عشان ينزل لتحت. لما تحسبها بطريقة تانية تبص تقول ان في اجيال كتير جوه في الزمالك تحس ان هي كانت بتنهى من داخل الزمالك. يعني في مؤامرة دايرة دايما مع مشجعين نادي الزمالك، ان في مؤامرات خارجية على نادي الزمالك عشان تخليه تحت، ولكن عمرهم ما فكروا ان ممكن المؤامرات دي ما تكونش خارجية في وقت من الاوقات وتكون داخلية. يعني على فرض ان يا سيدي في مؤامرة على نادي الزمالك من سنة تأسيسه، من سنة 1907، من قصدي 1911. فانت انا مش هقول لك مثلا لا، او مش عايز اجادلك في دي، ولكن طب ما تفكر كده، المؤامرات دي جايه لك منين؟ يعني ليه دايما حط في دماغك ان المؤامره دايما موجهه من النادي الاهلي عشان هو يطلع وانت تنزل؟ وهو طبيعي ان انت تفكر في كده، لان ده المنافس، يعني المنافس الرئيسي والوحيد بالنسبه لك. ولكن ليه ما بتبصش على اسباب تانية، على مشاكل تانية، على حاجات تانية بتبقى كل العالم شايفاها الا انت؟ يعني حتى لو انت بتتكلم دايما عن شعبيتك الجارفة في الخليج ودول الشرق الاوسط، بص الناس دي بتقول ايه عليك، وشوف الناس دي، لان الناس دي بتتكلم كمشجعين ما لهمش مصلحة سواء في اهلي ولا زمالك، غير ان هم بيتفرجوا على الكرة المصرية وتعودوا على ده، لان كانت في وقت من الاوقات الكرة المصرية هي الكرة الافضل في الشرق الاوسط. يمكن دلوقتي احنا بنحامل ده، ولكن لما نبص للواقع لا. يعني انت بص مستوى الكرة في الدول اللي حواليك، حتى الدول الافريقية، لا احنا بنرجع لورا كدولة. يمكن بس باستثناء الاهلي اللي تحس ان هو فعلا، يعني يا عم اتكلم بطريقة، اتكلم كأن انت راجل بتتفرج على الكوره، مالكش دعوه باهلي وزمالك. بص انت بعينيك وشوف الاهلي بيعمل ايه والزمالك بيعمل ايه. شوف الاهلي في المنصات والتتويج والبطولات والكلام ده كله بيعمل ايه، تحس ان هو ايه، بص يعني تحس ان هو فعلا نادي من اوروبا. وده ليه؟ ما هو ده من تعب. احنا تعالى بص افتكر الاهلي، طيب افتكر الاهلي في الفتره بتاعت 2014 و2015 و2016، ما كناش بنعمل اي حاجه، ما كانش فيه، كان عندك اجيال لعيبه زي الزفت. في فترات الاهلي كان بينزل فيها لتحت، ولكن بيعود وبيرجع تاني لانه عنده اصرار وعزيمه انه يطلع لفوق. لكن تعال بص انت على نفسك، انت اتكلم عن نفسك كزملكاوي. يعني لازم تبص للحاجات السلبيه اللي بتطلع. مش يا عمي حاول تنسى الاهلي، مش هقول لك ان الاهلي ما بيعملكش مشاكل يا عمي، لا، خليك زي ما انت، فكر في القصه دي، ولكن ركز برضو في ايه المشاكل التانية اللي بتطلع واتكلم فيها مع نفسك. بلاش يعني تتكلم قدامي عشان ما تحسش يعني ان غرورك بينكسر. فكر انت في الموضوع، شوف الزمالك النهارده بيروح فين وبيرجع تاني يروح واجع على دماغه. ده بسبب ايه او باسباب ايه؟ مش بس الاهلي، يعني هو مش بس الاهلي هو اللي بيعمل ده كله. انت النهارده بتتكلم عن واحد زي طارق حامد، بيتكلم عن دي يا اخوانا فضيحه. انت اللي عارف اللي انت بتتكلم عنه طارق حامد ده، الموضوع ده مش يعني عارف اللي هو ايه، مش تصريح وخلاص في الهوا. لا، انت لازم يخليك تفكر
الكلام ده كله ازاي يحصل؟ ازاي مرتضى منصور او ازاي اداره نادي الزمالك بتضغط على اللعيب اللي عندها، اللعيب اللي محقق ارقام قياسيه، اللعيب اللي من افضل لاعبي خط الوسط في مصر في الفتره دي، عارف اللي هو بيمشوه كده، بيهربوه تهريب. يعني اللي هو فكره ان انت يتبعت له مع حد ان انت رايح بيراميدز خلاص، والزمالك خلاص قرر ان هو يتخلى عنك وهيدي عقدك لنادي بيراميدز وانت تمام يعني. فيرد الراجل ويقول لا انا مش عايز اسيب نادي الزمالك، انا عايز افضل في نادي الزمالك، لان ده واحد من اللعيبه اللي بتحب كيان نادي الزمالك، مش اللي قاعده في نادي الزمالك او يعني بيستغلها نادي الزمالك عن طريق ان هم يعني ولائهم لاشخاص. لازم يكون ولائك للنادي بالفعل. وده اللي عمله طارق حامد. قال لك يعني كان الخبر بيقول برضو ان كان في تواصل بينه وبين تركي آل الشيخ، وقال له ان هو عايز يفضل في نادي الزمالك، وتركي آل الشيخ قال له خلاص، يعني اللي هو يعني بمعنى الحوار ان انا مش هجيبك غصب عنك. مش يعني هو بيراميدز برضو الفتره دي كان عنده جيل كويس جو، ولكن مش افضل حاجه، وبرضو ما خدش بطولات. ويمكن طارق حامد برضو ما كانش ياخد بطولات. طارق حامد النهارده من افضل اللاعبين المصريين المحترفين، بيلعب في الدوري السعودي النهارده على مدار اكتر من 5 سنين، بيلعب في مستويات عاليه هناك وبيقدم اداءات عاليه ومشرف اسم مصر. وحزين الواحد ان هو يعني ايه، يعني لاعب زي ده ما توجش بالقاب كتير جوه مع نادي الزمالك. ولكن برضو لو ما تبص له بالنسبه للاعبين كتير لعبوا في الزمالك، هو من الناس اللي خدت بطولات كتير جوه كمان. ولكن كان فترته مع الزمالك كان ممكن ان هو يحرز دوري ابطال افريقيا على حساب الاهلي، كان ممكن ان هو يحرز دوري ابطال افريقيا على حساب سان داونز، ولكن خانوا التوفيق، وكان الاهلي وسان داونز افضل ان هم استمروا وكسبوا البطوله على حساب نادي الزمالك في 2016 و2020. يبقى الموضوع ده كله خلي بالك انت لازم تفكر فيه مع نفسك زي ما بقول لك. لازم تفكر كده وما تكبرش، وشوف كده مشكله نادي الزمالك دي جايه منين. فعلا من الاهلي بس اللي هو بيعمل لك كل حياته زي ما انت متخيل، ان هو مشتري اتحاد الكوره ومشتري الاتحاد الافريقي ومشتري اتحاد الفيفا ومشتري الحكام ومشتري الارض ومشتري النجيله ومشتري. يعني حاول تطلع الكلام ده كله من دماغك. حتى كمان انت بتتكلم ان هو مشتري الحظ، ان هو دايما الاهلي محظوظ. يعني لما بتلاقيش حجر تروح تقول ده الاهلي محظوظ. لا، افكر طب هو ليه محظوظ، فكر هو ليه الناس ممكن تكون بتجامله، فكر ليه هو الناس كل الناس بتحب ان هي تشوف الاهلي في منصات التتويج، فكر ليه ده بس. وشوف لو انا كلامي صح يا سيدي يعني اعمل لي لايك، اعمل لايك واشترك في القناة وفعل الجرس، يمكن انزل لك اي فيديو تاني. سلام عليكم.